أولادي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، يلا بينا هناخد مراجعة ليلة الامتحان دين مسيحي الترم التاني عام 2024. وبنشكر الإكليريكي الأستاذ أشرف فكري اسكندر على تعبه في إعداد الملزمة دي. قبل ما نخش على الملزمة ما ننساش نعمل اشتراك ومن العلامة الحمراء اللي جنب اسم الفيديو، ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واكتبوا لي زي ما احنا متعودين في كل مراجعاتنا انتم من انهي محافظة وامتحانكم يوم كام. ويلا بينا نخش أول أسئلة. اكمل. لا، هناخد الاول اختار من بين الاقواس وتوصيل الاعمده. اول سؤال بيقول كاروز الديار المصريه ومؤسس كنيسه الاسكندريه هو القديس مرقس الرسول. انا زي ما اتعودنا يا ولاد في كل مراجعاتنا السنين اللي فاتت ان احنا هنقول الاجابه على طول وانتوا بصوا للشاشه عشان تركزوا معايا. طيب رقم 2، نشأ القديس مرقس الرسول في مدينه اورشليم. وعلى فكره يا ولاد، بيت ماري مرقس الرسول هو كان العليه اللي اجتمع فيها السيد المسيح وعمل فيها العشاء الرباني. رقم 3، أول أسقف رسمه القديس مرقس الرسول هو البابا إنيانوس، وده كان هو الإسكافي اللي عمل له هو بيعمل له الإسكافي المخرزي اللي الإبرة دخلت في إيده فصرخ أيها الإله الحي أو أيها الإله الواحد، فابتدى ماري مرقس من هنا يبشر بالإله الواحد اللي هو نده بيه. رقم 4، أعيد رفات القديس مرقس الرسول في مصر في عهد البابا كيرلس السادس اللي هو قبل البابا شنودة يا ولاد، اللي هو بابا شنودة اللي قبل البابا توادرس الحالي. النوع الأسئلة التاني أنا بجري معاكم معلش. اختار من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب. بيقول لك رقم النقطة الأولى ماري مرقس الرسول، هنختار طبعا رقم 4 كاروز الديار المصرية ومؤسس كنيسة الإسكندرية. النقطة اللي بعديها بطرس، هنختار بسبب موعظته. وبعد كده هناخد متياس، هنختار له طبعا اختاره الروح القدس تلميذا بدل من يهوذا الخائن. رقم 3 أثناسيوس الرسول كاروز. هنقول وضع قانون الإيمان. طيب ناخد مجموعة الأسئلة اللي معاها دي كده بسرعة. رقم 1، أول من استشهد من الرسل هو يعقوب ابن زبدي اللي هو أخو يوحنا الحبيب. رقم 2، القديس الشماس استفانوس أول شهيد في المسيحية. رقم 3، في مثل الوزنات أخذ صاحب الوزن الواحدة ودفنها في التراب ولم يستثمرها. أنا بقول السؤال بالإجابة على طول يا شباب. رقم 4، كان إبراهيم أبو الآباء رجلا غنيا وكان يفتح بيته لاستضافة الغرباء. رقم 5 في اختار، كان المؤمنون الذين اختاروا مع بطرس الرسول تلميذا خلفا ليهوذا الخائن عددهم 120 من المؤمنين. اختار من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب بسرعة. روما هناخد لها نفي إليها القديس البابا أثناسيوس حامل إيمان. الإسكندرية هنختار لها ولد فيها القديس أثناسيوس حامل إيمان سنة 296. رقم 2، نقيا عقد فيها مجمع لمحاكمة أريوس، مجمع نقيا. هنكمل مجموعة الأسئلة يا شباب. ما تنسوش أنا بقول السؤال بالإجابة، لازم تكونوا باصين للشاشة. وقبل ما نكمل لو ما عملتوش اشتراك انزلوا اعملوا اشتراك من العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة ولايك، واكتبوا لي انتوا منين هي محافظة، لأن التعليق بيفرق قوي في الفيديو يا ولاد. طيب تعالوا بعد كده اكمل النقط. في ناس حابة ان احنا نقول النقط وبعد كده نقول الاختيارات. هنقولها. رقم 1، من مصر نقط ابني. من مصر ايه؟ دعوت ابني. رقم 2، مبارك نقط مصر، مبارك شعبي مصر. رقم 3، من آداب الحضور إلى الكنيسة نقط ونقط، الحضور مبكرا والمحافظة على المواعيد. رقم 4، كان نقط ونقط أمثلة للعطاء بسخاء. طبعا هو المعلم إبراهيم الجهري والأنبا إبراهام أسقف الفيوم. رقم 5، هكذا لم يكن أحد يقول أن نقط بل كان عندهم كل شيء نقط. يبقى هكذا لم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان كل ما عندهم مشترك. رقم 6، لتكن سيرتكم خالية من محبة نقط اللي هو محبة المال. رقم 7، من بركات العطاء نقط ونقط. برافو، أن يشعر المعطي بالسعادة الداخلية وتنجي من الضيقات وترد غضب الله. طيب صح وغلط يا ولاد هنا خلوا بالكم، لو قال لكم مع التصحيح عليها نص الدرجة، لكن لو قال صح وغلط بس يبقى هو صح وغلط بس، عشان بتنسوا بعد كده تقولوا نقصنا يا ميس. ما احنا نقصنا عشان ما كتبناش نص الدرجة. رقم 1، تغير مواقف التلاميذ من الخوف إلى الشجاعة بعد حلول الروح القدس. صح. رقم 2، استشهد القديس مرقس الرسول في عيد الميلاد عام 68 ميلاديا
بهجوم الوثنيين على الكنيسة غلط، هو استشهد في عيد القيامة. رقم 3 لا يعتبر المال عطية من الله، بل كل إنسان أو يعني مجهود الإنسان في العمل، لا غلط طبعا، عطية من الله. بعد كده رقم 4 من الاتهامات الكاذبة التي وجهت للقديس أثناسيوس الرسول أنه ارتكب شرورا كثيرا منها القتل والسحر، صح؟ هم اتهموه كده. رقم 5 اختار التلاميذ نوعا عوضا أو تلميذا عوضا عن يهوذا الإسخريوطي اللي هو توما، لا غلط طبعا، متياس الرسول. رقم 6 معلم إبراهيم الجوهري والأنبا برقان من رموز العطاء، طبعا صح. بعد كده هناخد تاني اكمل النقط يا ولاد. رقم 1 حيث صعدت الأسباط أو حيث صعدت الأسباط أسباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب. رقم 2 ما فيش وقت يا ولاد معلش عشان المراجعة معدية 24 دقيقة، فانتوا هتضطروا تبصوا معايا على الاختيارات او النقط عشان تعرفوا تركزوا معايا. رقم 2 لأن هناك برافو استوت الكراسي للقضاء كراسي بيت داود. رقم 3 اسألوا سلام أورشليم ليسترح محبوك. رقم 4 ليكن سلام في أبراجك وراحة في قصورك. رقم 5 من أجل إخوتي وأقاربي أو أصحابي لأقولن سلام لك. رقم 6 من أجل بيت نقط اللي هو بيت الرب إلهنا نقط لك خيرا، يبقى التمست لك خيرا. رقم 7 ذكرهم أن يخضعوا نقط، يبقى للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا نقط مستعدين لكل عمل صالح. بعد كده ضع صح وغلط. رقم 1 السيد المسيح له المجد أوصانا أن أحب جيراني فقط دون باقي المصريين، لا طبعا ربنا قال لنا حبوا كل الناس. رقم 2 الخضوع للسلاطين ينبع من الخوف منهم ومن غضبهم، لا دي وصية إلهية اللي هي الخضوع للسلاطين ونصلي من أجلهم. رقم 3 للسياحة أهمية في زيادة الدخل القومي في مصر، طبعا صح، ده سؤال جغرافي أو تاريخي في الدراسات الاجتماعية. رقم 4 أول أسقف سيمه أو رسمه القديس مرقس الرسول هو إنيانوس، طبعا صح. كده يا ولاد المحفوظات، طبعا أول واحد اللي هي هنقراها مع بعض: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، ونكمل الباقي. وبعد كده وقفوا الفيديو وقروها كلها يا ولاد، دي محفوظات المفروض تكونوا حافظينها. اللي بعد كده المزمور 133 بيقول: فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. برافو. تقف أرجلنا في أبواب أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت أسباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت كراسي للقضاء كراسي بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم ليسترح محبيك، ليكن سلام في أبراجك وراحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام لك، من أجل بيت الرب إلهنا التمست لك الخيرات. بعد كده المزمور 15 عندنا برضو حفظ: يا رب يا رب من يقف في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك، السالك بالكمال والعامل الحق، المتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه، ولا يصنع شرا بصاحبه، ولا يحمل تعييرا على قريبه، والرذيل محتقر في عينيه، ويكرم خائفه أو خائفي الرب، يحلف للضرر ولا يغير، لا يعطيها بالربا ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. هنوقف يا ولاد المحفوظات ونقراها تاني وتالت ورابع، عشان زي ما احنا شفنا في أول الفيديو بتجيلنا بإكمل، عن طريق إكمل بتجيلنا صح وغلط، بتجيلنا اختار من بين الأقواس، لازم هيجيلنا سؤال في المحفوظات نوقفها مرة ومرتين وتلاتة. وما تنسوش لو في أي سؤال اكتبوهولي في الكومنتات تحت، احنا لسه مخلصناش، بس هلفت نظركم لكام نقطة. ما تنسوش في صح وغلط نقرا راس السؤال، هنشوف في اخره كاتب لك ده علامه صح او علامه غلط مع التصحيح. لو مع التصحيح يا ولاد مش في الدين بس، في كل المواد لازم تكتبوا التصحيح، لان ده بيبقى عليه نص درجه كامله او نص الدرجه بتاعه النقطه دي. ما كتبتوهاش في كراسه الاجابه، يعني تعملوا صح وما تكتبوش التصحيح. لما عملتوا غلط ما كتبتوش الغلط بتاعها التصحيح بتاعه ايه، انتوا كده هتنقصوا نص الدرجه. ماشي.
واكيد كلنا عارفين ازاي ننسق ورقة الاجابة. لو مش عارفين قولولي واعمل لكم فيديو مخصوص عشان الترم الجاي، او قولولي والحقكم عشان الامتحانات الاساسية. قبل ما نكمل برضو ما ننساش نكتب احنا منين هي محافظة، وامتحانكم يوم كام بتاع الدين، هل مع الامتحانات الاساسية ولا الامتحانات الغير مضافة للمجموع مع هاي ليفل. ثواني معدودة بس تبصوا على المحفوظات وهنخش على مجموعة الاسئلة اللي بعديها. يلا بينا يا شباب. بيقول لك هنا وضح العوامل التي أدت إلى نجاح الكرازة في الكنيسة الأولى. هنقول رقم 1 عوامل نجاح كرازة خدام كنيسة أورشليم. رقم 1 قيادة الروح القدس. 2 تعديد الكرازة بوسائل النعمة. رقم 3 جواهر أو جوهر الكرازة في السيد المسيح له المجد هو المخلص. بيقول تميزت الكنيسة الأولى في أورشليم بحياة الشركة. بيقول لك اشرح بعض المظاهر أو بعض الحاجات اللي في الحياة الروحية اللي بتدل على كده. هنقول رقم 1 أو النقطة الأولى مظاهر حياة الشركة في الحياة الروحية: اشتراك المؤمنين في الصلاة والتناول، وكانوا بيواظبوا على سماع تعليم الرسل. النقطة التانية أو الرقم 2 بيقول الصلاة من أجل بعضهم البعض. ماشي. طيب جيم في السؤال الخامس بيقول ما الدور الذي تقوم به الكنيسة للمؤمنين. طبعا دور الكنيسة حفظ الإيمان، تكرز وتبشر جميع الشعوب والأمم، ترشد وتسهر لأجل خلاص النفوس، تحصن أبنائها من شرور العالم، خدمة الإنسان، تقدم خدمات للمجتمع مثل التعليم والخدمة الصحية. السؤال اللي بعده ما هي مظاهر حلول الروح القدس. مظاهر حلول الروح القدس: رقم 1 صوت من السماء كصوت هبوب ريح، وبعد كده التكلم بألسنة أخرى غير اللغة التي كانوا يتكلمون بها. رقم 3 ظهور ألسنة مقسمة كأنها من نار واستقرت على رأس كل واحد من الموجودين في العلية. السؤال ده شبه اللي فات بس مش هو يا ولاد، فركزوا شوية. تميزت الكنيسة الأولى في أورشليم بحياة الشركة. المرة اللي فاتت قال لنا اظهر مظاهر حياة الشركة الروحية، لا هنا بيقول لك اظهر مظاهر حياة الشركة في الحياة المادية. ناخد بالنا. لو هنقول بقى مظاهر الشركة في الحياة المادية: رقم 1 كانوا المؤمنين يقدمون تقديمات ويبيعون ممتلكاتهم ويضعون أثمانها عند رجل الرسل باختيارهم، فكان الرسل يوزعونها على المحتاجين مش هم اللي بياخدوهم يا ولاد. رقم الجيم بعد كده ما هي السمات المميزة للكنيسة. المرة اللي فاتت قالك للكنيسة في أورشليم، دلوقتي قالك عموما. احنا قلنا ما هي السمات المميزة للكنيسة. طيب سمات الكنيسة: كنيسة واحدة لأنها راعي واحد، كنيسة مقدسة لأنها كنيسة السيد المسيح، كنيسة جامعة لأنها لكل الناس، كنيسة رسولية لأنها مبنية على الإيمان المسلم من الرسل. نكمل دلوقتي تاني بس أنا عشان كل مرة بأكد عليكم ان كنتوا تعملوا اشتراك ولايك وتكتبوا لي كومنت يا ولاد، لان المحتوى الديني قليل فعشان كده كل شويه باكد عليكم. طيب ناخد بعد كده الصفحه دي بسرعه كده، هي طويله بس نستحمل مع بعض يا رب. رقم 1 يا ولاد معلش في الاختيارات نركز مع بعض، وهقرا برضو السؤال بالاجابه. يا رب من يصعد في مسكنك، من في نقط قدسك، من يسكن في او في جبل قدسك. رقم 2 السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه. رقم 3 الذي لا يشأ ولا يصنع بصاحبه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل نقط على قريبه تعييرا. طيب رقم 4 والرذيلة محتقرة في عينيه ويكرم نقط، يكرم خائف الرب أو يكرم خائف الرب، يحلف نقط ولا يغير، يبقى يحلف للضرر ولا يغير. رقم 5 فضته لا يعطيها نقط بالربا اللي هي بالربا، ولا يأخذ نقط على البريء ولا يأخذ الرشوة على البريء، الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. رقم 6 تتميز الكنيسة بمجموعة من السمات نقط ونقط 4 نقط. أول نقطة كنيسة واحدة، كنيسة مقدسة، كنيسة جامعة، كنيسة رسولية. رقم 7 من آداب الحضور أو من آداب التعامل مع إخوتي في الكنيسة نقط ونقط: مشاركة إخوتي في الكنيسة في أفراحهم وأحزانهم، وأن نبتعد عن محبة الذات. طيب ناخد صح وغلط بسرعة. صح وغلط ما ننساش الملاحظات اللي قلتها لكم بس مش هقولها تاني دلوقتي. رقم 1 القديس ماري مرقس هو كاتب الإنجيل الثاني من الأناجيل، طبعا صح. متى، مرقس، لوقا، يوحنا. رقم 2 امتدح السيد المسيح المرأة الفاقرة التي أعطت الفلسين، صح.
رقم 3 أعيد رفات القديس مرقس الرسول إلى مصر في عهد البابا شنودة الثالث. لا، احنا قلنا عهد البابا كيرلس اللي قبل البابا شنودة الثالث. رقم 4 شارك القديس أثناسيوس الرسول في وضع قانون الإيمان. طبعا صح، هو حامل إيمان. رقم 5 حل الروح القدس على التلاميذ والرسل في يوم 40 للقيامة. لا طبعا في يوم 50، يوم عيد حلول الروح القدس. رقم 6 المال وسيلة لأجل تحقيق حياة كريمة مناسبة وليس لكثرته. طبعا صح. يمكن حضور الكنيسة في أي موعد لأن الله موجود دائما هناك. لا غلط طبعا، من يبكر إلي يجدني. يجب علينا طاعة القائمين على عمل الكنيسة ومساعدة كبار السن. طبعا صح. رقم 9 كان أول كنيسة في العالم هي بيت مرقس الرسول. طبعا اللي أنا قلت لكم عليها العلية. صح يا ولاد. ناخد السؤال اللي بعد كده. من القائل؟ أو من العمود ألف للعمود ب. ممكن يجيلكم في أسئلة من القائل. النقطة الأولى بيقول من القائل مبارك شعب مصر. مين اللي قالها؟ هنختار على طول رب المجد في سفر أشعياء النبي. أو النقطة التانية من القائل من مصر دعوت ابني. هو هوشع النبي هو اللي كتبها. رقم الفرق بعد كده من القائل فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. طبعا اللي قالها بولس الرسول. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول أنت بطلب. السؤال الخامس بيقول من قائل هذه العبارة ولمن قيلت؟ أنت بطل كنيسة الله. مين اللي قالها؟ طبعا اللي قالها الملك قسطنطين، واتقالت للبابا أثناسيوس الرسول حامل إيمان. اللي بعد كده يا ولاد هنلاقيه اكمل النقط على طول. هقول السؤال بالإجابة. رقم 1 أورشليم المبنية نقط متصلة كلها، يبقى كمدينة متصلة كلها. رقم 2 الكنيسة المصرية تقدم الخدمات دون تميز بين طبعا الأديان. رقم 3 يقول السيد المسيح بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه نقط للصوص، مغارة للصوص. رقم 4 يقول بولس الرسول مبنيين على أساس نقط والأنبياء، يبقى على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. بعد كده اختار من العمود ألف ما يناسبه من العمود ب. هيرودس الملك قتل يعقوب الرسول أخا يوحنا. بعد كده جملة الملك قسطنطين هنختار لها بالعمود ب اللي هو قال للقديس أثناسيوس الرسول أنت بطل الإيمان. يبقى القديس أثناسيوس زي ما قلنا من القائل أنت بطل الإيمان قالها القديس أثناسيوس قالها الملك قسطنطين، قالها للقديس أثناسيوس. بعد كده أثناسيوس الرسول في العمود ألف هنختار له في العمود ب إن هو دافع عن أزلية السيد المسيح في مجمع نقيا ضد أريوس. هو حامل إيمان في مجمع نقيا. بعد كده هنختار ليهوذا الإسخريوطي هنختار له من العمود ب فقد رتبته وخان سيده واختار الروح القدس متياس الرسول خلفا له. بعد كده هنقول نختار برضو من العمودين ده صفحة الأعمدة يا ولاد. من العمودين العمود ألف هنلاقي السالك بالكمال والعامل هنختار له في العمود ب الحق والمتكلم بالصدق في قلبه. هنختار في العمود ألف اللي هو الرذيلة ومحتقر في عينيه ويكرم، هنختار له الخائف في الرب ويحلف بالضرر ولا يغير. هنختار رقم في العمود ألف فضته لا يعطيها بالربا ولا يأخذ، هنختار له الرشوة على البريء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد. دي كلها محفوظات يا ولاد. يا رب من يترك في مسكنك أو من يترك في مسكنك في العمود ألف هنختار لها من يسكن في جبل قدسك. بعد كده الذي لا شيء بلسانه ولا يصنع هنختار له رقم 4 شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه. لازم نسمع المحفوظات يا ولاد مرة ومرتين وثلاثة. طيب العمود ألف برضو في مجموعة الأسئلة اللي بعد كده السؤال الرابع هنختار الجملة اللي بتقول يجب الحفاظ على روحانية الكنيسة. نختار لها ايه من العمود ب؟ هنختار لها من آداب التعامل أو من آداب التي تتعلق بنظام الكنيسة. رقم 1 طاعة القائمين على عمل الكنيسة والأكبر سنا، هنختار لها ايه اللي هي من آداب التعامل مع إخوتي داخل الكنيسة. طب والعمود ألف لما يقول لك ترشد وتسهر لأجل خلاص النفوس هتختار لها ايه من العمود ب؟ طبعا هتختار من الأدوار التي تقوم بها الكنيسة للمؤمنين. هتوقفوا الفيديو يا ولاد وهتقروا اذكر أهم المعاني التي وردت أو التي أوردها داود النبي في المزمور 133. هتبصوا لها انتوا. طبعا هي الفرح الذي يشعر به المؤمنون، اتحاد المؤمنون في الرأي، أن نطلب من الرب السلام، الله قد أعطانا السلام.
طيب وضح سمات الكنيسة الأولى في أورشليم، لسه قايلينها في المراجعة لو بصيتوا لها، بس هي باختصار يا ولاد. سمات الكنيسة في الأورشليم هي حياة الشركة في الشركة الروحية أو الشركة مادية. طيب كيف استشهد القديس مرقس الرسول؟ باختصار يا ولاد عشان القصة طويلة. في ليلة عيد القيامة سنة 68 هجم عليه الوثنيين في الكنيسة وقبضوا عليه وقيدوه بين ايده ورجله بالحبال وجروه في شوارع الإسكندرية، وسالت دماءه العطرة والمطهرة في أرض اسكندرية وفاض روحه. طيب ايه الصفات التي توفرت في التلميذ الجديد متياس؟ انه مشهود له بالايمان، لازم السيد المسيح وقت عماده حتى صلبه وصعوده الى السماء، كان شاهدا على الام الرب يسوع وموته على الصليب. ايه اخر 5 دقايق يا ولاد هسيبكم تقروا السؤال بالاجابه، مفيش حاجه صعبه، هتلاقوا اسئله مكرره كتير من اللي احنا قلناها. يا اما توقفوا الفيديو وتسمعوا بعد ما تقروا دول، ارجعوا تاني اسمعوا المراجعه مره واحده، وباذن ربنا مش هيخرج عنها الامتحان، لان هي مراجعه شامله كامله واحدث مراجعه. قبل ما اسيبكم ما تنسوش تعملوا لي اشتراك من العلامه الحمراء عشان المحتوى الديني ينتشر، ولايك، واكتبوا لي اي كومنت ولو حتى رمز. بحب جدا تعليقاتكم، بحبكم كلكم يا شطار يا ابطال. متنسوش تكتبوا لي انتم منهي محافظه وامتحانكم امتى، ولو امتحنتوا قولوا لي هل المراجعه دي جت منها الامتحان ولا يعني كانت شامله وكنتوا عايزينها تنزل قبل كده ولا ايه. يعني انا بحب اسمع ارائكم. ماشي يا ابطال؟ ولو امتحنتوا ارجعوا طمنوني قولوا لي عملتوا ايه عشان اطمن عليكم. بالتوفيق والنجاح يا ابطال. يلا واشوفكم على خير، باي باي.